أغلبية قصص كرة القدم كيبداو من ملاعب صغار، وكاين قصص اللي كيبداو من مراكز التكوين. ولكن قصة محمد وهبي مختلفة تماما، حيت أنا ما كنهضرش على لاعب سابق ولا نجم عالمي اعتزل ودخل عالم التدريب. كنهضر على أستاذ ديال الابتدائي، وأستاذ كان كيقري الدراري في القسم الدراسي ونجح بعد سنوات طويلة من الخدمة والصبر باش يوصل لأعلى منصب كروي في المغرب. ولكن السؤال اللي كيطرح راسو هو كيفاش واحد الإنسان ما عمره لعب كرة القدم بشكل احترافي قدر يوصل أنه يدرب المنتخب المغربي الأول؟ شنو دار طوال هاد السنوات باش يربح ثقة المسؤولين واللاعبين؟ والأهم، واش فعلا محمد وهبي هو الرجل اللي غادي يقدر يقود المنتخب المغربي نحو نجاح جديد آخر؟ بقى معايا حتى الاخر، حيت القصة اللي غادي تسمع اليوم فيها تفاصيل صادمة وأحداث قليل اللي كيعرفها الجمهور. محمد وهبي تزاد نهار 7 شتنبر سنة 1976 في بلدية شيربيك في العاصمة البلجيكية بروكسل. ولكن رغم أنه زاد في بلجيكا الجذور ديالو كانت مغربية. العائلة ديالو كانت من منطقة بني شيكر تابعة لإقليم الناظور. في ذاك الوقت الآلاف العائلات المغربية كانت هاجرت لأوروبا كتقلب على مستقبل أفضل، وعائلة محمد وهبي كانت واحدة منهم. كبر محمد وسط مجتمع مختلف، ثقافة مختلفة، لغة مختلفة، ولكن في الدار كان المغرب حاضر كل نهار. من صغره كان عنده شغف كبير بكرة القدم، ولكن ماشي بالطريقه اللي ممكن تخيلها. ما كانش بالو اصلا الاحتراف، بل كان غير عاشق لكرة القدم كمشاهد، وكان كيقضي ساعات طويله كيتفرج في الماتشات كيحللها بالطريقه الخاصه. وجات اللحظه اللي غادي تغير حياته سنه 1986. وهبي كانت عنده 10 سنوات. العالم كامل كان كيتفرج في كاس العالم بالمكسيك، والمنتخب المغربي كان داير انجاز تاريخي غير مسبوق. جيل عزيز بودربالة، محمد التيمومي، الزاكي والبقيه. اول مره في التاريخ المنتخب المغربي تاهل للدور الثاني من كاس العالم. في ذاك الوقت ملايين المغاربه فرحوا، ولكن بالنسبه لطفل صغير سميتو محمد وهبي داك الانجاز خلق حاجه اخرى، خلق حلم انه يوم من الايام يكون عنده دور في كتابه التاريخ كره القدم المغربيه. دازت سنوات. دخل محمد وهبي مرحله الدراسه، كان متفوق بشكل كبير عكس بزاف ديال المدربين اللي بداو المسيره ديالهم كلاعبين. وهبي اختار طريق مختلف تماما، ركز على التعليم وقرر يولي استاذ. وبالفعل من بعد سنوات من الدراسه بدا كيخدم كاستاذ في المرحله الابتدائيه في بروكسل، وكانت الحاله ديالو مستقره، خدمه مزيانه، صالير مزيان. اي واحد كان غادي يكتفي بهذا الشيء. ولكن محمد وهبي كان عنده حلم قديم مازال ساكن في داخله. في عمره 21 سنه قرر ياخذ قرار غادي يبدل حياته كامله، قرر يدخل مجال التدريب. المشكله انه ما كانش لاعب سابق، ما عندوش اسم، ما عندوش علاقات، وما عندوش شهره، وما عندوش تجربه. يعني باختصار بدا من الصفر. سنه 1997 التحق بنادي صغير في بروكسل سميتو ماكابي، وهكا بدا كيدرب الاطفال. كان الهدف الاول ديالو بسيط جدا، يتعلم ويطور راسه ويفهم اسرار المهنه. دوز 6 سنين في ذاك النادي الصغير، 6 سنين ديال الخدمه، 6 سنين هو كيبني الشخصيه ديالو كمدرب. كان كيوجد الحصص التدريبيه، كيحلل اللاعبين، كيصحح الاخطاء، وكيحاول يلقى اسلوب خاص به. والاهم من هذا الشيء كامل انه يتعلم كيفاش يتعامل مع اللاعبين. وهذه النقطه غادي تكون من اسرار النجاح ديالو، حيت محمد وهبي عمره ما كان كيشوف اللاعبين كرقم فقط، كان كيشوف الانسان قبل اللاعب، كيف كيفاش يتواصل مع الشباب، كيفاش يكسب الثقه ديالهم. ومن بعد سنوات من العمل الصامت غادي تجي اول فرصه كبيره. في سنه 2003 واحد من اكبر الانديه البلجيكيه لاحظت الخدمه ديالو، نادي اندرلخت، نادي اللي كتعتبر من اقوى المدارس التكوينيه في اوروبا. وهنا بدات المرحله اللي فعلا صنعت محمد وهبي. دخل اندرلخت لفئات اقل من 9 سنوات، والبعض كان كيعتقد انه مجرد منصب صغير، ولكن بالنسبه ليه كان حلم كبير، وكان عارف انه الطريق طويله، ولكن كان مستعد ليها. عام بعد عام، فئه مور فئه، محمد وهبي بدا كيتسلق السلم. اقل من 9 سنوات، اقل من 11 سنه، اقل من 15 سنه، اقل من 17 سنه، ثم اقل من 21 سنه. وكل مره كان كيترك بصمه ديالو. وخلال هذه الفتره درب اسماء غادي تولي معروفه عالميا، وكانوا المدربين والمسؤولين بداو كيلاحظوا حاجه مهمه. محمد وهبي ماشي مجرد مدرب، محمد وهبي مكون، رجل قادر يطور اللاعبين، قادر يبني مجموعه ناجحه. وجات سنه 2014، السنه اللي غادي يعرف فيها الجمهور البلجيكي الاسم ديالو اكثر. قاد شباب اندرلخت لنصف نهائي دوري ابطال اوروبا للشباب، وتفوق على مدارس عملاقه، وهنا ارتفعت سميته بشكل كبير. من بعد سنوات ديال الخدمه والتكوين حصل على اعلى شهاده تدريبيه في اوروبا، الشهاده اللي كتعتبر قمه التكوين بالنسبه لاي مدرب. ومن بعدها تم ترقيته للفريق الاول ديال اندرلخت كمساعد مدرب. الحلم كان كيكبر والمسار كان كيتطور، لكن الحياه المهنيه ديال اي مدرب ما كانتش كلها نجاحات. كاين صعود وكاين الهبوط، كاين لحظات كتختبر الشخصيه ديال الانسان. ولهذا السبب من بعد سنوات طويله في بلجيكا خاض تجربه قصيره في السعوديه مع نادي الفتح. التجربه ما كانتش طويله، ولكن زادت الرصيد المعرفي ديالو، وخاصه على مستوى
التعامل مع كرة القدم الاحترافية خارج أوروبا من بعد الاتصال اللي غادي يغير كل شيء. سنة 2022 الجامعة الملكية لكرة القدم قررت تعيين محمد وهبي مدربا للمنتخب المغربي الأقل من 20 سنة. بزاف ديال الناس ما كانوش عارفينه، البعض شكك في الاختيارات ديال الجامعة، لكن الجامعة كانت مقتنعة بالمشروع ديالو. البداية ما كانتش سهلة، بالعكس كانت صعيبة بزاف، تعرض لانتقادات كتير وواجه ضغط كبير من الإعلام، وخاصة بعد فشل المنتخب المغربي في بعض الماتشات الأولى، وكانت أصوات كثيرة كتطالب بالإقالة ديالو، ولكن الجامعة قررت تصبر عليه. وهذا القرار غادي يبان من بعد أنه كان من أهم القرارات، حيت محمد وهبي بقى خدام بلا ضجيج بلا أعذار بلا مشاكل، وكان كيبني جيل جديد. وجات سنة 2024 وفاز ببطولة شمال إفريقيا، أول إشارة أنه المشروع بدا كيعطي الثمار ديالو، ولكن الإنجاز الأكبر كان مازال في الطريق. سنة 2025 كأس إفريقيا للشباب، المغرب وصل للنهائي رغم خسارة اللقب. المنتخب قدم صورة قوية، وكثير من المتابعين بداو كيقتنعوا أنه عندهم مدرب واعر، ولكن الحدث الحقيقي كان مور هذا كأس العالم للشباب، المنافسة اللي غيرت كل شيء. البداية كانت ضد منتخب قوي، المنتخب الإسباني، ثم المنتخب البرازيلي، ثم منتخبات أخرى من أقوى المدارس الكروية. بزاف ديال الناس توقعوا الإقصاء، ولكن المنتخب المغربي كان عنده رأي آخر. ماتش مورا ماتش، انتصار من مورا انتصار، الحلم بدا كيكبر، والمغرب وصل للمراحل النهائية ثم النهائي. وهنا محمد وهبي ولا أمام أكبر مباراة في المسيرة ديالو. في ثواني قلال تبدلت النظرة ديال كاع المغاربة لهذا الراجل، هذاك الأستاذ ديال الابتدائي اللي بدا من الصفر وداز من الصمت وشكوك وانتقادات، رجع في لحظة تاريخية بطل عالمي كيكتب سميتو بمداد بن ذهب. الصفارة ديال الحكم ما علناتش غير على نهاية الماتش، وفوز المنتخب المغربي بكأس العالم للشباب، بل أعلنت على نهاية مرحلة وبداية مرحلة جديدة كبيرة بزاف. محمد وهبي ما بقاش مجرد مكون ناجح للفئة السنية، بل برهن للعالم كامل باللي التكتيك والصبر وقوة الشخصية كتقدر تصنع المعجزات وتجيب الذهب من قلب المعاناة. وهنا غادي يوقع واحد السويتش كبير في المسيرة ديالو. هذا الإنجاز الأسطوري ما كانش غادي يمر مرور الكرام عند المسؤولين على الكرة في المغرب. الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم شافت محمد وهبي رجل منافس للمرحلة القادمة، المدرب اللي غادي يجي خلافة على النخيب الوطني السابق وليد الركراكي، المدرب اللي قادر يحمل مشعل الكبار. وفي خطوة شجاعة وتاريخية 20 مارس 2026 الجامعة أعلنت رسميا تعيين محمد وهبي مدربا للمنتخب المغربي الأول بهدف واحد واضح: قيادة أسود الأطلس في نهائيات كأس العالم 2026. الامتحان الأول ما تعرقلش بزاف باش يقيس النبض ديال الفريق، وهبي قاد المنتخب المغربي في مباراة ودية ضد المنتخب الإكوادور. الأسود قدموا كرة حديثة ومنظمة، الماتش سال بالتعادل 1-1، ولعبوا مباراة ودية أخرى كانت ضد المنتخب الباراغواي اللي سالت بنتيجة 2-1 للمنتخب المغربي، وزادوا مباراة أخرى في أمريكا قبل أيام قليلة لبداية المونديال اللي كانت ضد رفقاء هالاند المنتخب النرويجي، وسالت بالتعادل 1-1. ودازت الأيام وجات اللحظة الحاسمة، المونديال، والبداية كانت ضد العملاق العالمي المنتخب البرازيلي. العالم كامل كان كيستنى هذا الماتش، وهبي يدخل بخطة ذكية، قفل كاع المساحات على النجوم الصامبا ولعب معاهم من ند للند في مباراة رائعة للأعين، كرة قدم حديثة، وسال الماتش بالتعادل 1-1 في حين كنا قادرين نخرجوا من الماتش رابحين. أما في المقابلة الثانية كان الموعد مع منتخب اسكتلندا، ماتش ديال الاندفاع البدني والقوة، والنتيجة انتصار مستحق بنتيجة 1-0 اللي يحسب المغرب خطوة عملاقة للتأهل للدور الثاني. وبالتأكيد محمد وهبي أثبت للجميع أنه ماشي غير مكون ديال الشباب، بل مدرب داهية كيقرا الكبار وكيربحهم. من قاعة الدراسة والسبورة والطباشير في بروكسل للملاعب الصغار للأكاديمية أندرلخت حتى لقى راسو في المونديال مع أسود الأطلس. قصة محمد وهبي هي دليل على أن الحلم اللي كتلاقى مع الصبر والخدمة ما كتبقى حتى حاجة ما مستحيلة. إلا عجبتكم هاد القصة ما تبخلوش علينا بلايك، تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس. قولوا لي في التعاليق واش كتشوفوا وهبي قادر يوصل بالمنتخب البعيد في هاد كاس العالم. وها هي قصة الموهبة الجديدة ديال المنتخب أيوب بوادي، سير تفرج ليها راه غادي تعجبك. نتلاقاو في الفيديو الجاي، في أمان الله.